اخبار مؤكده من اخواتنا ان خلال اليومين الجايين دول لو ما دخلتش اي مساعدات انسانيه انتظر ضحايا بلا عدد. هو فكر ازاي يقضي عليهم بسلاح سريع وسلاح ياخد عدد كبير من البشر؟ لا، ان افضل سلاح يقتلهم بيه هو الجوع. طبعا الموضوع في تعتيم تام وللاسف محدش بيتكلم عليه. مش عارف ليه كل الناس في السوشيال ميديا بطلت تتكلم. هل انتوا كنتوا واخدين الموضوع ترند وخلاص جاب ريتش وخلاص مش هنتكلم بعديها؟ ولا بتوع محتوى السوشيال ميديا ولا الفنانين ولا لعيبه الكوره ولا اي حد بقى يتكلم خالص عن اللي بيحصل؟ الاطفال بقت تموت كل يوم بالاعداد بسبب الجوع. الاطفال الرضع حتى بتموت بسبب الجوع. مفيش لبن بيدخل لهم، مفيش علاج، مفيش اكل، كل حاجه مفيش حد بيتكلم. شوفوا التايم لاين على السوشيال ميديا بيتكلم في ايه. كله مسحول ورا ترندات ناس هايفه وترندات معفنه وسايبين الموضوع الاساسي اللي المفروض الناس كلها تتجمع عشان تتكلم عليه. يعني الواحد وصل لمرحله اللي هو بقى يحسد الست اللي هي اتخلقت ست مش مكلفه اللي هي تحارب عنهم ولا بتاع. هو اتخلق راجل مطلوب منه يدافع ويعمل، بس الراجل ملوش لازمه. غثاء سيل زي ما النبي اخبرنا من 1400 سنه. هم قاعدين يشوطوا فينا بلد ورا الثانيه ورا الثانيه ولا حد بيتكلم. ما سالتش نفسك اخواتنا في القطاع ليه بيصوروا فيديوهات بالانجليزي وبيحاولوا يوصلوها للناس بره؟ عشان ما لقوش الرجا فيك انت، ما لقوش الرجا فيك انت يا عربي اللي زيك زيهم. اتكلموا يا ناس عنهم. صناع السوشيال ميديا ما تخافوش على بروفايلاتكم. البروفايل ده اللي ربنا عطولك ده فيه ملايين بيتابعوك، ربنا هو اللي عطولك. اتكلم يا سيدي عنهم، ما تخافش على البروفايل بتاعك. من فقه الاولويات اللي ما ينفعش تتكلم في فقه ولا تتكلم في علوم دين واسيب ناس بتموت جنبي مسلمين زيهم وما اتكلمش عنهم، واسيب اهم حاجه شغله الامه دلوقتي وما اكلمكش فيها. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قام غزوات بسبب ست امراه، مش امه بحالها مهانه والناس في سكوت تام وتعتيم تام. مش عايز اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.